السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في قناة دقيقة صحة. طيب خلونا ندخل في الموضوع على طول. يا ترى عمرنا حاولنا نركز في حاجة وبعد دقايق معدودة لقينا نفسنا بشكل لا إرادي ماسكين الموبايل وبنقلب فيه؟ أو بدأنا شغل مهم جدا وسبحان الله بعد 10 دقايق بالظبط حسينا بزهق مش طبيعي ورغبة رهيبة في الهروب؟ الموضوع ده بيحصل لنا كلنا، حرفيا كلنا. دي بقت ظاهرة غريبة جدا في عصرنا الحالي، بتضرب إنتاجيتنا في مقتل. بس الحلو بقى إننا النهاردة هنفك الشفرة دي ونفهم ليه ده بيحصل وإزاي نقدر نعالجه بشكل عملي. خلونا نتفق على حاجة من البداية كده. احنا دايما بنجلد نفسنا، دايما نقول المشكلة فينا، احنا كسلانين، ارادتنا ضعيفة. ودي بصراحة الخرافة اللي اتربينا عليها والمجتمع دايما بيصدرها لنا، بس الحقيقة العلمية في حتة تانية خالص. القصة ولا هي كسل ولا ضعف إرادة ولا فشل أخلاقي مننا أبدا. الحقيقة الصدمة شوية هي إن مخنا البشري نفسه متبرمج دلوقتي إنه يقاوم التركيز. أيوة زي ما سمعتوا كده، في أسباب علمية ومنطقية جدا بتخلي المخ يرفض الهدوء ده ويدور على التشتت، ولما نفهم الأسباب دي إحساسنا بالذنب هيختفي وهنقدر نحط إيدينا على أصل المشكلة. خلونا ندخل في أول وأهم سبب: المحفزات البيولوجية. مخنا ببساطة اتعود على السرعة القصوى. لو بصينا على السوشيال ميديا، الفيديوهات القصيرة، الريلز والتيك توك، دي كلها متصممة على إيقاع سريع بشكل مرعب. كل ثانية في مشهد جديد، معلومة جديدة أو مؤثر صوتي يشد الانتباه. الإيقاع المجنون ده بيبرمج المخ إنه يتوقع نفس السرعة دي في كل حاجة في الحياة. ولما نيجي نعمل أي مهمة طبيعية بتاخد وقت، المخ بيشوفها تقيلة قوي ومملة بشكل لا يطاق. ده غير إن المخ بقى متبرمج إنه يدور دايماً على المتعة اللحظية بأقل مجهود ممكن. والكلام ده بيودينا لمفهوم خطير جدا اسمه فخ الدوبامين. ايه هو الفخ ده بالظبط؟ ببساطة كل مرة بنمسك فيها الموبايل نشوف إشعار جديد أو فيديو بيضحك، المخ بياخد شوت دوبامين سريع كده، اللي هو هرمون السعادة. المشكلة فين بقى؟ المشكلة إن الجرعة دي سريعة ومجانية، مش محتاجة أي مجهود مننا، فالمخ بيبدأ يطمع ويطلبها باستمرار وبشراعة، ومع الوقت بنفقد القدرة تماماً إننا نستمتع بالحاجات الطبيعية. المذاكرة، الشغل، أو حتى قراية كتاب بتتحول لأنشطة جافة ومملة جدا، لأنها ببساطة مش بتدي نفس جرعة الدوبامين المكثفة والسهلة اللي الموبايل بيديها في ثواني. بس الأزمة مش بس جوه دماغنا، البيئة اللي حوالينا كمان ليها عامل حاسم جدا. احنا حرفيا عايشين في حالة من التشتت المستمر، إشعارات ما بتفصلش، رنات موبايل ورا بعض، دوشة، حركة طول الوقت حوالينا. كل دي عوامل بيئية بتمنع المخ إنه يدخل في الحالة اللي بنسميها وضع التركيز العميق. عشان نوصل للوضع ده احنا محتاجين مساحة من الهدوء المتصل عشان المخ يندمج. بس مع كل تنبيه صغير بيقطع حبل أفكارنا، المخ بيفقد القدرة على الاستمرار وبنفضل دايما عالقين في حالة انتباه سطحي ومشتت. وننقل بقى لنقطة في منتهى الأهمية: استنزاف الطاقة. لازم نبقى عارفين إن التركيز ده مش مجرد قرار بناخده كده الصبح وخلاص، دي عملية عقلية معقدة جدا وبتاكل كمية ضخمة من طاقتنا البدنية والذهنية. يعني لو في قلة نوم أو إرهاق جسدي، المخ ببساطة ما عندوش الوقود الكافي إنه يركز أصلاً. ضيفوا على ده العبء النفسي، التفكير الزايد، القلق من بكرة، والتوتر المستمر. الحاجات دي بتستهلك مساحة كبيرة جدا من سعة المعالجة جوه المخ، ولما المخ يكون مضغوط ومليان هموم بالشكل ده مش هيبقى فيه أي مساحة فاضية أو طاقة نقدر نوجهها لمهمة معينة. والنتيجة الطبيعية والحتمية لكل البرمجة دي هي الملل الشديد. لما مخنا يتعود على نوع معين من الترفيه السريع عالي التحفيز طول اليوم، طبيعي جدا إن أي حاجة هادية تسبب لنا حالة من الزهق القاتل. الحياة الحقيقية يا جماعة مش كلها أكشن وأحداث سريعة ورا بعض، في مهام هادية وبطيئة ومحتاجة وقت عشان تخلص. بس بسبب التعود اللي اتكلمنا عليه، المخ بيترجم الهدوء ده على إنه ألم أو ملل لا يمكن تحمله. حتى لو الحاجة اللي بنعملها دي مصيرية لمستقبلنا، مجرد إنها ما فيهاش إثارة سريعة المخ بيرفضها وبيبدأ يخترع أعذار عشان يهرب. ولسه مكملين مع العوائق، في عوائق نفسية خفية لازم ناخد بالنا منها، زي الفخ اللي بنسميه تعدد المهام. لما نحط قدامنا مهام كتير ومشاريع مختلفة عايزين نخلصها كلها في نفس اللحظة، المخ بيصاب بالارتباك والحيرة، والنتيجة بيهرب للتشتت كوسيلة دفاعية عشان يريح نفسه من الضغط. وفي كمان عائق نفسي خطير جدا، وهو الخوف من البداية. كتير قوي من اللي بيبان انه كسل او قلة تركيز بيكون في اصله خوف مستخبي، خوف من الفشل او احساس بعدم التأكد اننا هنقدر نطلع الشغل بشكل مثالي. فهنا الهروب لتصفح الموبايل بيكون اسهل بكتير جدا من مواجهة الضغط المصاحب لبداية الشغل. وهنا بقى لازم نقف لحظة، لأن دي يمكن أهم خلاصة ممكن نخرج بيها من الكلام ده كله. إحنا كبشر مش ضعاف في التركيز، ومفيش فينا عيب خلقي بيمنعنا ننجز. الحقيقة المرة هي إننا عايشين في بيئة حديثة متصممة بالملي عشان تكسر التركيز ده. التطبيقات، الخوارزميات، الإشعارات، ونمط الحياة السريع، كلها معمولة بقصد عشان تسحب انتباهنا وتخلينا مربوطين بالشاشات.
مجرد إننا ندرك النقطة دي ده في حد ذاته بيرفع من علينا عبء الإحساس الدائم بالذنب، وبيخلينا نفهم إننا في مواجهة سيستم قوي بيحاول يشتتنا، ولازم نتعلم إزاي نتعامل معاه بذكاء. وبما أننا فهمنا أن اللعبة كلها في البيئة والتعود، لازم نغير طريقة تفكيرنا ونبدأ طريق الحل. التركيز يا جماعة مش موهبة سحرية بنتولد بيها وبتفضل ثابتة. التركيز ده مهارة بالظبط زي أي عضلة في الجسم. العضلة لو قعدنا فترة طويلة مش بنمرنها بتضعف وتضمر وما بتشيلش أوزان، ونفس الكلام على تركيزنا. احنا بقالنا كتير مش بنمرن العضلة دي ومستسلمين للتشتت السهل اللي حوالينا. بس الأخبار الممتازة إيه بقى؟ إن أي عضلة ينفع تتبني من تاني وتسترجع قوتها لو رجعنا نمرنها صح وبشكل تدريجي ومستمر. طيب إزاي نمرن العضلة دي عملياً على أرض الواقع؟ خطوات بسيطة جداً لإعادة التأهيل. أول حاجة نخلق بيئة هادية، يعني الموبايل ده يتباعد عن عينينا تماماً في أوضة تانية، ونقفل كل الإشعارات، مفيش استثناءات. تاني حاجة نعمل حاجة واحدة بس في الوقت الواحد وننسى قصة تعدد المهام دي. تالت حاجة ودي التركة الذكية، نلزم نفسنا بمدة قصيرة جداً في البداية، ولتكن 10 دقايق بس من الشغل المتواصل، مجرد 10 دقايق مش أكتر عشان المخ ما يخافش ويهرب. وبعدها ناخد راحة قصيرة كمكافأة، ومع الوقت والممارسة هنبدأ نزود ال10 دقايق دي بالتدريج لحد ما نوصل لساعات من التركيز العميق. وهنا بتيجي النصيحة الذهب اللي بتعالج يمكن أكبر غلطة بنقع فيها كلنا. دايما بنقول إيه؟ أنا مش حاسس إني مركز دلوقتي، هستنى المود يجي وأبدأ. الحقيقة العلمية بتقول العكس تماما. ما ينفعش نستنى الإحساس بالتركيز والدافعية عشان نبدأ. الإحساس بالتركيز بيجي بعد ما بنبدأ مش قبلها. بمجرد ما نجبر نفسنا ناخد الخطوة الأولى ونكسر حاجز التردد ده، المخ بيبدأ ينسجم تدريجيا ويدخل في المود. وخلونا دايما فاكرين، استرجاع قدرتنا على التركيز مش بس هيخلينا نخلص شغلنا، ده معناه إننا بنسترجع السيطرة الحقيقية على وقتنا وبالتالي على مسار حياتنا بالكامل. وقبل ما نختم موضوع النهاردة في سؤال مهم جدا حابين نفكر فيه مع بعض بصدق. بعد ما فهمنا كل الأسباب البيولوجية والنفسية اللي بتسرق انتباهنا دي وخطوات العلاج البسيطة، يا ترى إحنا كأشخاص عاديين بنقدر نحافظ على تركيزنا العميق في حاجة واحدة من غير أي تشتت لمدة قد إيه دلوقتي؟ خلينا نفكر في الإجابة دي وناخدها كنقطة بداية نقيس عليها تطورنا. يلا نبدأ رحلة إعادة بناء عضلة التركيز دي مع بعض خطوة بخطوة. بنتمنى نكون قدرنا نوضح الصورة المعقدة دي بشكل بسيط ويساعدنا نفهم طبيعة مخنا أكتر عشان نوجهه لصالحنا. شكرا جدا ليكم، ونتقابل في شروحات وتحليلات جاية كتير.